ألف مبروك على نهضة بركان التأهل النهائي كأس إفريقيا للمرة الخامسة والمرة الثانية تواليا. والحاجة الزينة اللي في هذه المقابلتين الزوج، الحمد لله فات في روح رياضية عالية بجوج المقابلات. الحمد لله كانت في أرضية الميدان، وكانت في المدرجات، وكانت في كل شيء، رغم كيد صحافة زيكو ورغم كيد رئيس الاتحاد الجزائري ديالنا اللي جيش وجيش وجيش، ولكن ما قدرش. غلبت عليه، غلبت عليه الروح الرياضية، غلبت عليهم كل شيء. الحمد لله المقابلة فاتت في أجواء رائعة، لا في بركان ولا في قسنطينة. الحمد لله. وربي يشوف نزل حتى الامطار في هذه الوقيته ديال المقابله، لانه كانت مقابله ما بين اشقاء، ما بين يعني هذه المقابله دازت بركه اللي دازت قسنطينه. الربح الكبير ديالها هي الروح الرياضيه العاليه، وسادتها يعني الموده المحبه. الفريقين بجوج ومشاو مباشره. كانت الامور طيبه لا هاك لا هاك. واخا كاين صحافه زيغو اللي كانوا يجيشوا، ورئيس الاتحاد اللي يجيش، وهذا كامل هذاك الشيء. المهم الحمد لله ربحنا مقابله بروح رياضيه عاليه ما بين اشقائين، ما بين قسنطينه ونهضه بركان.